لحق الرد كان لزاما على عربان ميديا أن تلبي رغبة عائلة أمين في الرد على ما نسب إليهم من السيدة سعيدة عبد الوكيل وأخيها في إشكالية محافظة البحيرة، كفر الدوار، الثلاث كباري. الحقيقة الناس اتصلت بينا علشان نعرض مشكلة خاصة ببعض البيع والشراء في الأراضي الزراعية. لبينا الطلب، اتضح انه مبني على اشكالية معينة. خدنا مقولة الطرف الاول وقال ما هو مسؤول عنه. في الحقيقة الطرف الثاني تواصل معنا واحتفظ بحق الرد له وطلب الرد على ما نسب إليه مع مسؤولية ما يقوله ومسؤولية الحلقة كاملة. معانا عمي الحاج جبريل أمين اللي كانت المشكلة بالأساس معاه مع الحاجة سعيدة عبد الوكيل ندى وأخوها حسني عبد الوكيل ندى. هنسمع كلامك، تفضل قول اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا والله ما أقول على ما أقوله شهيد. بالنسبة لأسرة عم الحاج محمد صبحي، أنا كنت بتعامل مع الحاج محمد صبحي نفسه، ومعايا أرض الحاج محمد صبحي ومعايا توكيلات بيها وعقود إيجار 50 فدان. بتعامل معاهم من 2009 بورق وتوكيلات وعقود إيجار. هم طلبوا مني في يوم إن هم ينزلوا الأرض بتاعتهم، فراحوا نزلوا الأرض بتاعتهم وهم جايين وقفوا عند قطعة أرض وقالوا قطعة الأرض دي بتاعتنا. قلت لهم قطعة الأرض دي مع أولاد أسرة عم مصطفى دياب، بس هو توفى الله يرحمه. قال وصلنا بحد بيهم، وصلتهم بالأستاذ عبد. هو تحديدا أنا عايز أسأل سيادتك ليه هم سابوا الموضوع كله واتكلموا عليك خاصة، ودورك الرئيسي في الموضوع إيه اللي بدر منك فيه؟ في عجالة عشان وقت الفيديو. عشان أنا قريب من أسرة الحاج محمد صبحي، وأنا الناس حضرتهم، أنا حضروا عندي أنا في البيت. ولا بصفة ان حضرتك السمسار بتاع المنطقة واللي المفروض اي بيعة تتم لازم تتم على ايدك؟ لا اطلاقا، انا لا سمسار منطقة ولا اي حاجة خالص، ولا اطلاقا، ولا عندنا مكتب عقارات، ولا احنا بنسنسر على حد، ولا الكلام ده يلزمنا اصلا. طيب سبب الاتهام ليهم لحضرتك بالتعدي وببعض البلطجة كما قيلوا او كما زعموا، ووضع الارض اللي هم بيقولوا ان حضرتك تسببت في تبويرها، الإجابة في ده إيه؟ إيه اللي جاب حضرتك في الموضوع ده أساساً؟ واحد الله. بس في عجالة عشان ماشي. واحد الله. أنا الناس دول وصلوا ببعض لأسرة عم مصطفى، هو توفى والحاج محمد توفى وأولادهم موجودين، اتفقوا مع بعض وطلعوا ورق لبعض. أنا ما أعرفش، هم اتفقوا مع بعض، خلصوا مع بعض، اتفقوا على أي وضع هم يقولوا عنه. جوني وقالوا إحنا تصحينا مع بعض أسرة عم مصطفى وأسرة عم محمد صبحي، تيجي معانا. ورحت معاهم أنا واخويا الكبير عبد الله وحسين واولادي وانا ماشي خوفا من الجيران يحصل حاجه او حد يطلع الناس دي، والناس دي افنديه. فكلمت عيله اسمها عيله حريمس، الحاج سيد موجود، انا كلمته بالاخص. حصل. وكلمت عيله اسمها عيله الملاح وهم جيران للارض وشحاته بالاخص. يا جماعه في اسره عم مصطفى دياب بتسلم، اسره عم محمد صبحي 20 جرام، رجاء تعالوا معايا، بربما بتحصل حاجة، لأن إحنا حضرنا تعديات كتير على أسرة عم محمد صبحي، فبنحبوا ناخدوا الحذر عشان ما حد يزعلوا من الست كبيرة. والمهم ورحنا وسلموا بعض الأرض وباركوا لبعض، وطلع حد اسمه بهلول رزق هلال سلم عليهم واحد واحد ومبروك مبروك ده بهلول. وبعد كده الناس واخدين جنب وإحنا واقفين، فوجئنا بيت بهلول ده وبيت عبده ندى دول طالعين علينا من كل فجر عم. عايز تقول ان حضرتك يوم الخناقة اللي حصلت يوم الجمعة دي ما كانتش بالاساس خناقة، هي كانت عبارة عن ناس بتسلم ارض اللي ناس اشتروها، وحضرتك حضرت في النص كوسيط لتفض النزاع اذا حدث نزاع اثناء التسليم. بس كده. ده اللي عايز تقوله؟ ده اللي انا عايز اقول. جميل قوي. الارض اللي عليها الاشكالية اللي هي اسمها المريسة او حرم الصرف، أي. المفروض صاحبها الاصلي مين؟
والمفروض اللي اشترى مين؟ لا، كل ده اسره اللي سلموا اسره عم مصطفى دياب، هم يردوا على الكلام ده. ايوه. واللي استلموا واللي هم استلموا اسره عم محمد صبحي يردوا على الكلام ده. امال انا لا ليا جمل ولا نقر. وضع حسني واخته المفروض ايه في المريسه ديت عشان يتدخلوا فيها او يحصل مشاكل بيها؟ هم قالوا في الفيديو ان اسره محمد صبحي لو اخذوا المريسه دي هياخدوا بقيه المريسه. انا ما اعرفش. وبهلول قال ان كل واحد بيطلع ياخد قصاده. انا ما اعرفش الكلام ده. طيب ليه الحاجة سعيدة واخوها حسني ساب الاطراف دي كلها واتهم حضرتك خاصة بالبلطجة وانت المتسبب الرئيسي في تبوير الارض الملك لهم، وكمان قالوا ان سيادتك هددتهم او هددت حسني في منزل احد الجيران بالقتل وان انا هرمي جثتك على الشارع والكلاب تشرب من دمك. ما صحة ما نسب اليك في هذا الكلام ده كل صحته مش مظبوطه. ده مش مظبوط. اي صحه، لا مش مظبوطه طبعا. طب انت بعت لهم مع ناس ان انتوا ما تنزلوش الارض واللي هينزل هعمل واخلي وبناء عليه الارض بايره دلوقتي بسبب الكلام ده هم قالوه، هل ده حصل ولا ما حصلش؟ لا، هو لما حصل خلاف بينهم وبين اسره محمد صبحي هم هيحكوا عليه. انا بالنسبه لي معايا ارض الحاج محمد صبحي. الكلام ده كله جملة كده على بعضيه كده انا بنفيه على بعضه. انا كل اللي اتهام ان انا بستلم ارض الحاج محمد صبحي ال20 جراد دول. طب بتستلمها بصفتك ايه؟ بصفتي ان انا وكيل لهم وارضهم ال100 فدان. وكيل لمين؟ لاسره الحاج محمد صبحي. ومعايا توكيلات وعقود ايجار ب50 فدان لاسره عم محمد صبحي، والقطعه دي مجاوره للارض دي. القطعة المفروض على حسب ما أنا رحت وشفتها هي قطعة الأرض المريسة ديت ملاصقة للأرض الملك بتاعة حسني، وأرض الملك بتاعة حسني دي أنا اطلعت على عقد بتاعها واطلعت على عقد إن هو شاري المريسة ديت من صاحبها اللي هو الأستاذ عمرو تقريبا، والكلام ده أنا شفته رؤية العين وعلى علم إن العقد ده في المحكمة في انتظار حوالي 5 أيام 6 أيام يطلع عليه صحة توقيع. أما عقد الأرض الملك اللي هي المفروض بايرة حاليا هي فعلا باسمهم وعقد ملك من الشركة ما فيهوش أدنى مشكلة. يبقى إزاي حضرتك معاك توكيلات أخرى أو عقود أخرى بتقول عكس كده؟ أنا معايا توكيلات وأرض من 2009 من الحاج محمد صبحي الله يرحمه الله عليه. أنا شفت بأرضهم الموجودة والتوكيلات وكل حاجة موجودة. أنا بالنسبة لي بستلم أي أرض الحاج محمد صبحي أنا بستلمها وهو أجرها. هم رايحين يسلموا له قطعه ارض وتعالوا قالوا معايا احنا نستلم الارض من اسره عم مصطفى دياب وانت استلمها.